الماضي كانت عملية تحديد موقع معين على الكرة الأرضية شيء معقد بسبب ضخامة المساحة، وقد تم حل هذه المشكلة بعد توصل العلماء إلى الخطوط الأفقية والعمودية الوهمية التي ترسم على نماذج الكرة الأرضية والخرائط لتسهيل دراسة كرة الأرض. وسميت هذه الشبكة باسم خطوط الطول ودوائر العرض الجغرافية. ما هي خطوط الطول ودوائر العرض؟ هي خطوط تصف مكاناً أو شيئاً على سطح الكرة الأرضية، وهي خطوط وهمية طولية تم رسمها على شكل الكرة الأرضية من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي لتحديد موقع الأماكن تبعاً لإحداثيات خطوط الطول ودوائر العرض. خط غرينتش. خط غرينتش هو خط طول وهمي يفيد في حساب التوقيت، ويقسم الكرة الأرضية لقسمين الشرقي والغربي. يمتد خط غرينتش من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي، ويمر في مدينة غرينتش، وهي بلدة تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة لندن عاصمة المملكة المتحدة بريطانيا. خصائص خطوط الطول: هي أنصاف دوائر متساوية بالطول تلتقي في القطبين الشمالي والجنوبي، وخطها الرئيسي غرينتش ودرجته الصفر. عددها 360 خطاً تغطي الأرض. يقسم خط الطول غرينتش الكرة الأرضية لقسمين متساويين، ويأخذ كل نصف 180 خطاً شرقي غرينتش و180 خطاً غربي غرينتش. أهمية خطوط الطول: تكمن أهمية خطوط الطول بعدة نقاط، وهي تحديد المواقع شرقاً أو غرباً، تحديد مواقع الأماكن على سطح الأرض عند تقاطعها مع دوائر العرض شرق أو غرب غرينتش، معرفة التوقيت الزمني في مختلف الدول بتحديد الفارق بين المدينة المطلوبة ومدينة غرينتش، فالأماكن التي تقع على خط طول واحد لها نفس التوقيت، أما الأماكن التي تقع بين خطوط الطول فيصل الفارق الزمني بين كل خط وآخر ل4 دقائق. يتقدم وقت الأماكن التي تقع شرق غرينتش عن وقت الأماكن التي تقع غرب غرينتش لدوران الأرض حول نفسها من الغرب إلى الشرق. دوائر العرض هي دوائر وهمية عرضية تحيط بالكرة الأرضية، وهي غير متساوية في الطول، وترسم على نماذج الكرة الأرضية والخرائط، وتتميز بمجملها بعدد من الخصائص نذكر منها: عبارة عن دوائر كاملة متوازية تحيط بالكرة الأرضية وتوازي خط الاستواء. دائرة الاستواء هي الدائرة الكبرى ودرجتها صفر. تقسم دوائر العرض الأرض لقسمين متساويين شمالي وجنوبي، وتتقلص الدوائر تدريجياً كلما اتجهنا شمال أو جنوب دائرة الاستواء، حتى تتناهى بالصفر عند كل من القطبين الشمالي والجنوبي إلى أن تصبح نقطة عندها. عدد دوائر العرض 180 دائرة، 90 دائرة شمالاً و90 دائرة جنوباً. أهمية دوائر العرض: تحديد المواقع على سطح الأرض في الشرق والغرب. تفيد دوائر العرض بتقاطعها مع خطوط الطول في تحديد الأماكن بدقة على سطح الأرض. تقسيم المناطق حرارياً تبعاً لدوائر العرض، ومعرفة المناخ في منطقة جغرافية محددة، فتكون الأماكن التي تقع على خط الاستواء معرضة للشمس باستمرار طوال العام، مما يجعلها من أكثر المناطق حرارة، وتقع هذه المناطق بين دائرتي عرض السرطان شمالاً والجدي جنوباً، وتسمى بالمناطق الحارة، ويمر فيها خط الاستواء بالإضافة لوجود مناطق معتدلة حرارياً ومناطق باردة على سطح الأرض تحدد عن طريق دوائر العرض. ويمر خط الاستواء عبر 14 دولة، ومنها أوغندا وكينيا، الصومال، أندونيسيا، كولومبيا، الإكوادور والبرازيل.